قالت لي في مرة أنا بحبه أوي أوي وما أقدرش أستغنى عنه، لو يوم ما بقاش موجود أنا ممكن أنهار وحياتي تنتهي وما أقدرش أكمل. فرديت عليها بحذر وسألتها: أنتي كده بتحبيه ولا متعلقة بيه؟ ردت بمنتهى الثقة وقالت لي: بحبه طبعا، بس الواقع إن الحب مفهوش دمار لأي طرف من الأطراف. الحب بيعلم كل طرف إزاي يقوى وإزاي يكمل وإزاي يتجاوز وإزاي يعيش. الحب مش وسيلة تخلينا ندمر بعض، هو وسيلة بتعلمنا إزاي نبني بعض ونقوي بعض ونسند بعض ونتقبل بعض بكامل اختلافاتنا. في الحب هتلاقي حياتك بتمشي في طريق أسرع من اللي انت كنت ماشي بيه وانت لوحدك. مش هتلاقيه بيعطل حياتك ويوقفها مكانها، ولا هتلاقيه بيسوقك لطريق مليان هلاك، ولا هتكتشف في آخره إنك وقعت في حفرة كبيرة ملهاش قرار. إحنا كتير بنخلط بين الحب والتعلق، وده اللي بيخلينا نشوه أوقات كتير صورة الحب الحقيقي. لما بندخل علاقات غلط وتوجعنا وتأذينا فنلوم الحب وسيرة الحب وظلم الحب لكل أصحاب. وزي ما أم كلثوم قالت: العيب فيكم يا في حبايبكم. فالعيب هنا مش في الحب نفسه، إنما العيب في تعريفنا للحب بتعريف مشوه. تعريف شوه جماله وأثره، شوه مقدار قوته في تغيير أسوأ الناس لأحسن الناس لمجرد إنهم لقوا حد يحبهم ويتقبلهم بصدق. لو دخلت علاقة ولقيت نفسك بتتسحل فيها وباقي جوانب حياتك وقفت باسم الحب، اعرف إنك وقعت في فخ التعلق. واعرف إن التعلق بيجي لما بنحس إننا فاضيين، لما بنكره حياتنا وندور إزاي نهرب منها لأننا رافضين كل تفصيلة فيها. التعلق بيجي من الشخص اللي بيدينا الاحتياجات اللي ناقصانا، مش الاحتياجات اللي احنا شبعانين منها. وانتبه، لأن أي حاجة هتجيلك عن فراغ ونقص دايما هتجيلك بصورة ما تستاهلهاش، لأنها هتكون أقل بكتير من اللي انت أصلا المفروض تستاهله. وانت من غير وعي هتتنازل لأن جواك حتة فاضية محتاجة تتملي. التعلق هيخليك ترهن حياتك قصاد حياة اللي انت متعلق بيهم، هتبقى قائمة على كافة ميزان، إما انت أو الطرف التاني. في التعلق دايما هتكون منهك، لأنك دايما هتكون حاطط شريك حياتك في مكانة أعلى بكتير من مكانتك، وهتحس إنك طول الوقت ملزم ترضيه، ملزم تكون قد توقعاته عنك، ملزم تفني نفسك وحياتك في سبيل سعادته. بس انتبه، مع كل مرة هتفني نفسك فيها هتكتشف إنها كل مرة دفنت جزء من نفسك فيها. هويتك هتتمحي في هوية اللي متعلق بيه، طاقتك هتخلص وهتستنفذ لأنها هتروح لطاقة اللي انت متعلق بيه، كل تفاصيل قوتك هتتسخر وهتروح للي انت متعلق بيه. ومش هيتبقى منك غير صورة بهتانة، صورة موجوعة، صورة مليانة ضعف وخوف. فلو عاوز تدخل علاقة ناجحة مهم من البداية تفرق بين الحب والتعلق علشان ما يضحكش عليك وتضيع عمرك كله في علاقة فاكرها حب وهي أصلا تعلق. وأسهل طريقة تفرق بيها بقى بين الحب والتعلق هي مقدار علاقتك بنفسك. هي أنت بتحب نفسك بمقدار قد إيه؟ هل أنت بتسمعها وبتفهمها وعارف احتياجاتها؟ وأول ما تبدأ تصاحبها وتبقى وناسها، ساعتها سقف معاييرك للي هيحبك هتكون عالي، وهتبقى واعي كفاية لأي علاقة داخلة تسرق منك نفسك باسم الحب وهي أساسها تعلق. ولما تعرف تحط معاييرك وقتها تعرف تفرق بين علاقة حب جاية تبنيك أو علاقة تعلق جاية تدمرك. ويا صباح الاستمورنينج القمر.